ثامر العدوان المدير الاداري للنادي الفيصلي اليوم بيعمل عشاء فاخر للعيب في النادي الفيصلي بعد الصداره. شو مناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هاي احمد موجود النادي الفيصلي، يعني احنا كنا نعمل تعليمات معالي الشيخ واعضاء مجلس الاداره اللي هم الداعمين الاول والاخير لفريق النادي الفيصلي، طبعا بالاضافه الى الجمهور الكريم وجمهورنا اللي داعم لنا بالمدرجات. يعني حقيقه يعني هي عباره عن انه هاللاعبين مع اخواننا من معالي الشيخ الله يطول عمره واعضاء الاداره الله يخليهم مع اللاعبين والوجود في النادي بالتواصل، وهاي السياسه الحمد لله متعودين عليها من زمان، يعني هاي تربينا عليها بالنادي الفيصلي، وان شاء الله يعني احنا يعني املنا كبير يعني انه نحافظ على هذا الفارق النقاط ونحافظ على صدارتنا، والعوده الى منصات التتويج اللي احنا متعودين عليها ما هي غريبه علينا، لكن ان شاء الله بوجود الجهاز الفني واللاعبين وحمد الشباب ودعم معالي الشيخ والاداره لنا اللي هو قاعد بيحفز حقيقه. في الفتره القادمه في مباراتنا الجايه المهمه مع فريق فرسوم، فريق مطور، فريق يعني يحسب له الف حساب، فان شاء الله ان شاء الله نكون على قدر من المسؤوليه. يعني الحمد لله يعني احنا وجود الشباب مسا بعد التمرين في ناديهم بيتهم الثاني، يعني هذا اول شيء يقرب اللاعبين من ادارتهم من بيتهم، من قريبين دائما، لكن ما يكون الروتين واحد هو انه في تمرين ويروحوا، لا، في وجود لاعبين في ناديهم بين اهلهم بين ابوهم معالي الشيخ واخوانهم اعضاء مجلس الاداره. شكرا. لاعب النادي الفيصلي محمد خميس معروف عنك بأكل المنسف سريع، شو بتحكي؟ فيصل والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا فيش حدا بيكره المنسف، يعني يمكن كل اللعيبه بيحبوا هاي الاكله. المنسف اكله اردنيه معروفه، يعني احنا بنحبها كثير. طبعا بحب بس على قناه الفيصلي احيي كبير مشجعين النادي الفيصلي مازن الدني اللي دائما يدعم لعيبه الفيصلي ويدعم النادي بالسراء وبالضراء، طبعا افضل تحيه على قناه الفيصلي. شكرا. معنا حارس النادي الفيصلي لؤي العميره. لؤي العميره معروف عنك اذكى اكل الكبسه بعدين المنسف، شو بتحكي؟ اول شيء طبعا برحب بقناه الفيصلي بالفعل متابعه من الجميع، خاصه انا واهلي واولادي، فبتعرف مع المنسف ما فيش مقاومه يعني، فانا مستعجل والله. الاحتراف في الكره الاردنيه وفي النادي الفيصلي سابقا والان قلبه مع النادي الفيصلي. سامر الحوراني اليوم ثامر العدوان بيعمل عشاء فاخر لاعبين النادي الفيصلي، شو الهدف من هذا العشاء؟ اول شيء هذا يعني شيء متعودين عليه بالنادي الفيصلي من تامر والاداره ومتعودين عليه، وشغله ثانيه دائما اسره النادي الفيصلي هي اسره، فلما نجتمع دائما على عشاء وعلى غداء او اي جمعه دليل انه اسره واحده متعودين على الشيء هذا واستمراريه له. يعني هذا نعتبر العشاء بدايه احتفالاتنا في الدوري ان شاء الله. لا، دوري طويل بس ان شاء الله حنحتفل السنه بالدوري والكاس لانه فريقنا بيستاهل، وان شاء الله السنه بيرجع الفيصلي شفناه احنا مثل قبل، بس يظل نفس الجمهور معه نحتفل بالدوري والكاس ان شاء الله. شكرا لك سامر. حسون الشيخ كابتن النادي الفيصلي، حسون الشيخ ما حدا بيحارجه على صدر المنسف، شو بتحكي؟ يعني اول شيء احنا ان شاء الله المناسبه السعيده هاي دائما بتدوم علينا في النادي الفيصلي، على الاداره وعلى اللاعبين ان شاء الله، وبنضل دائما سعيدين يعني، وبتكثر المناسبات يعني. لا اكيد اليوم احنا بنشكر مدير الفريق السيد ثامر العدوان على هالمناسبه السعيده اللي عزمنا فيها بتصدرنا للدوري، وان شاء الله بنوعد جماهيرنا وبنوعد كل الناس اللي بيحبونا واللي دائما بيهتموا فينا انه نضل دائما ان شاء الله في الصداره ان شاء الله. شكرا لك كابتن حسن. ثائر جسام مدرب النادي الفيصلي. ثائر جسام انت بتعرف المنسف في اكله شعبيه نعم اردنيه، شو رايك فيها وكيف شفتها؟ والله اكله ممتازه يعني احنا من زمان تعودنا عليها، تعرف صار لنا فتره طويله بالأردن فتعودنا على هاي الاكل. بالبدايه كنا يعني شويه بس الان اصبحت يعني جزء من الاكل اللي متعودين عليه وهي المنسف. ما بلش المنسف بلش يشرب شراب بالمنسف، شو بتحكي وشو بتوعد الجمهور؟ احكي شو على الاكل؟ اول شيء بنحكي على الاكل. الاكل والله بصراحه لسه بعدنا ما اكلناش يعني، بس ان شاء الله مبين عليه انه المنسف من الاخر
وبالنسبه للدوري ان شاء الله انه السنه هاي نعمل نتائج كويسه ان شاء الله مع النادي الفيصلي، بنرجع النادي الفيصلي للبطولات ان شاء الله، وبنوعدهم انه نقدم الافضل ان شاء الله تعالى في جميع المسابقات ان شاء الله، من الدوري وكاس واتحاد اسيا وان شاء الله تعالى. شكرا لك. خلاص بتحارج وبحكي حسونا بسبقك باكل المنسف وانت بتحكي لا ما حدا بسبقني. لا والله كلهم بسبقوني. بحب بالذات. أزكى أكل عندك إيش؟ والله يعني هذا المنسف لا يعلو عليه شيء. فهي كل بياكل زي. رائد بحكي أزكى أكل عند وسيم بزر الملوخية. لا مقلوبة. شكرا لك. رئيس رابطة مشجعين النادي الفيصلي، اليوم في احتفال عشاء يقيمه المدير الإداري في النادي الفيصلي ثامر العدوان. لا إيش الهدف من هذا العشاء؟ واللاعبين أنا شايفهم كلهم موجودين، شو بتحكي؟ أخي العزيز طبعا تحية لقناة الفيصلي، يعني اللي عودت دائما أنها تكون متواجد في كل شيء بخص النادي الفيصلي، بخص الرياضة، بخص أي شيء بخص. لكن أخ أحمد زي ما أنت شايف الآن بالنادي يعني جميع اللاعبين موجودين، الإدارة موجودين، الجمهور موجود، شايف الكل الآن قاعدين بنحتفل احتفالية مبدئية يعني أولية، هذه احتفالية بصدارة الدوري، وإن شاء الله يعني برب الكريم اللي نظلنا ماشيين على هذا النهج. عرفت كيف؟ وبعدين يعني برضو أنا بس رسالة للجمهور الفيصلي، يعني أنا بترجاكم الرجاء الخاص إنه المباريات القادمة يكون الكل يكون موجود، الكل يكون متواجد، لأنه يعني هسه أصغر مشجع مع أكبر مشجع صدقوني كلياتنا إحنا بحاجة إن نكون واقفين مع الفريق. هذه المحارمة أبو لهب شو بتحكي اليوم عن المنسف؟ معروف عنك أكلة عندك المنسف وسريع باكل المنسف، شو بتحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المنسف يعني أكلة شعبية وأكلة زاكية كثير يعني، وأنا كثير بحبها يعني بموت فيها كمان، بس بحب الفيصل أكثر منه. منسف عجاج ما ينفع أردنية، منسف عجاج ما ينفع أردنية، بدهن منسف باللحم البلدي، بدهن منسف باللحم البلدي. هي 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 منسف عجاج ما ينفع أردنية، منسف عجاج ما ينفع أردنية، بدهن منسف باللحم البلدي، بدهن منسف باللحم البلدي. هي هي هي